التأكيد والاستحقاقات مباشرة إلى التشكيلة الرسمية للمباراة. المنتخب الوطني الجزائري أنطوني ماندريا في الحراسة، يوسف عطال على الجهة اليمنى، ريان نايت نوري على الجهة اليسرى، عيسى مامدي رفقة رامي بن سبعين في منتصف الدفاع، وعلى أتم الجاهزية في هذه من الاندفاع البدني فيها الكثير من الأهداف. بداية صعبة جدا لمصلحة المنتخب السنغالي في أولى الكرات على الجهة اليمنى، والتغطية الدفاعية تأتي عن طريق فراغات موجودة على الجانب الأيسر. حذرية عن طريق من الكرة الأولى لمصلحة السنغال، وصلت إلى ساديو ماني، 1-على-1 ماني خطيرة. المؤخرة الأولى لمصلحة المنتخب السنغالي على الجهة اليمنى. من هناك وجدت الثغرة، جهة الكرة قطعت بشكل رائع، والانطلاقة تأتي من قبل رياض محرز بحاجة إلى مساندة. رياض هل فيه تدخل الاندفاع البدني ومنعد القارة السمراء لمصلحة المنتخب؟ يخرج يوسف عطال، انطلاقة سريعة لمصلحة السنغال. بابي صار هذا نجم نادي توتنهام الإنجليزي. الظروف إلى صار بجانب رياض محرز في التغطية بشكل رائع. برافو سفيان. مباريات خاصة المنتخبات التي تستقبل على أرضها وأمام في إنجلترا. كرة في منتصف الميدان، سعيد بن رحمة بشكل رائع مع زروقي، وصلت إلى بغداد بونجاح بهدوء كبير. الانطلاقة تأتي من قبل شيبي، يراقب الكرة بشكل رائع. شيبي تمريرة مميزة بالجسر الصغير، وصلت إلى زروقي، يضغط بالشكل اللازم والذي يستخلص الكرات بالشكل اللازم. وجب عليك أن تحدث الكثير طبعا نادي وامام اي منتخب فعلا في شد من القميص واضح من قبل يوسف عطال. امام الانطلاقه الصعبه للسنغال، والعرضيه حاضره داخل منطقه الجزاء، لا يجب ان يسدد. خطيره، وماندريا كان رائعا في الكره الماضيه الصعبه والساخنه لمصلحه المنتخب السنغالي عن طريق ساديو ماني. هذا اللاعب طبعا إلمان دياي، وتركوا الكره الثانيه بشكل اللي تحدثنا عليها في بداية هذه المباراة، أننا نمسك الكرة، نأخذ ثقة أكبر، ندخل في المباراة تدريجيا، نتعود طبعا على معالم أرضية الميدان، ثم ندخل إلى المباراة. ثم تأتي الانطلاقات عن طريق السريع ريان نايت نوري في صراع على الجهة اليسرى. الكرة لم تخرج، يقول حكم المباراة، أو خرجت لمصلحة المنتخب السنغالي، سواء تعلق الأمر بالمنتخب السنغالي أو بالمنتخب الجزائري. ها هو أيت نوري هنا في تدخل كان واضح طبعا على، وفيها توزيعة خطيرة على مستوى القائمة الثاني لساديو ماني، ضيق المساحة، حذاري من التوزيع. برافو أيت نوري في التغطية الدفاعية، عادت لساديو ماندريا مرة أخرى. هجومهم صعب جدا على الجهتين اليمنى واليسرى، يلعبون على الأطراف، تلك قوتهم. الحديث عن عناصر المنتخب السنغالي، فبالتالي على ارتكاب الخطأ موسى نياك الوطني الجزائري من الجانب المنتخب السنغالي. كان فيه تدخل واضح طبعا من قبل عيسى ماندي. جمال بالماضي الذي قال السنغال ستكون من أجل تحفيز اللاعبين في هذا الموعد الودي. منطقته سنرى وسنتابع. الكنترول مضمون في حضرة رياض محرز. ماذا بعد الكنترول؟ هكذا تتحدث مع رياض محرز. إدريس كناكاي، فارس شيبي، الضغط من سفيان بشكل رائع. برافو سفيان. ماضية يعيدها من جديد، يستعيد الكرة زروقي، وهنا بن رحمة السريع. بن رحمة انطلق على الجهة اليمنى، يا بن رحمة على الجهة اليمنى أحسن. قال هنا ربما كان قادر يصل على هذه الكرة، ثم انطلق من جديد. 21 دقيقة مرت مشاهدة عيسى ماندي. التركيز وجب أن يكون طبعا بعد 15 سنة بالتمام والكمال. يعود المنتخب الجزائري لمواجهة السنغال، زامبيا ورواندا، والتأهل إلى المونديال بعد غياب طويل. سريع ومهاري ما شاء الله. جاكسون ارتكب الخطأ فعلا وفيه شد من الإعلام. متراجع المنتخب السنغالي. يوسف عطال يحاول بانطلاقته السريعة التوغل والدخول، العرضية داخل منطقة الجزاء. القراءة الدفاعية تأتي من قبل دفاع السنغال بالمنتخب الجزائري بواسطة أيت نوري. يرسل كرة أمامية لسفيان، التحضير ثم تسديدة قوية من بن سبعيني من قبل أيت نوري. هل هي لنا أو لهم؟ يجبر الآن على التراجع إلى الخلف. عيسى ماندي يطلب الكرة، فايز شايبي
يفضل سفيان فيغولي بشكل رائع الآن الانطلاقة جزائرية بواسطة بغداد بونجاح عندها أهمية كبيرة مصلحة المنتخب السنغالي. أي منافس يواجهك لو كنت قادر بدنيا على مستوى 90 دقيقة أنك تضغط، قوته وجودة لاعبيه أيضا، وهذا ما يفعله المنتخب. توجيهات الكوتش جمال بلماضي مستمرة فعلا. تدخل كان واضح على ايد نوري وحكم المباراة كان قريب. دخلنا الدقيقة الثانية والسنغال المنتخب الوطني الآن ماسك كرة أكثر. هذه كرة القدم مرحلة ضد كين أماندي. شيبي في صراع، وصلت إلى سعيد بالرحمة. ايد نوري نحتاج مساندتك على الجهة اليسرى. سعيد برتولي طبعا مسيئسات. فهنا هجمة الأولى بالنسبة للمنتخب الجزائري فعلا بواسطة يوسف عطال. نسيت نفسك يوسف. تأتي الإصابة. تدخل كان قوي جدا واضح على ملامح رامي بن 70 نسيا دورتموند. تدخل كان من جاكسون في لقطة طبعا على رامي بن 70. المباراة رونقا خاصا بتشجيعاتها. دور المجموعات فقط ضد السنغال. الجزائري طلب الكرة خلف ظهر دفاع المنتخب السنغالي بشكل رائع. فارس شيبي باستقبال وترويض رائع للكرة، كانت صعبة وخطيرة بهذا الشكل. هنا ضرب دفاع السنغال شيبي بشكل رائع، ومنح الأفضلية والأسبقية للمنتخب الوطني الجزائري. الكرة الأولى والتي تعتبر واحدة. جماهير السنغالية حاضرة في المدرجات، ونشاهد ونتابع أيضا الجزائري بوداوي عقرة من أجل طبعا دخول في هذا الشوط الثاني. 10 دقائق التغطية أمام رياض محرز. يبقى واحد من الأسماء ميزة والرائعة رياض محرز السنغالية التي تبحث طبعا عن الأسبقية بعض الأحيان، بل في غالب الأحيان. يا بونجاح ومن احتنى لقبا غاليا. 16 دقيقة مشاهدينا الكرام.